بسم الله الرحمن الرحيم، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والحمد لله رب العالمين. نحمده ربنا سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارزقنا اللهم اتباع سنة نبيك الكريم، ولا تخالف بنا عن نهجه القويم. آمين آمين آمين. إخوة الإيمان، دائما في هذا البرنامج قرأت في كتاب، ودائما مع كتاب الله العزيز الحكيم القرآن العظيم. سأتطرق اليوم إلى تلك الآيات التي يبتدئ بها كثير من الخطباء والوعاظ والمرشدين. تلك الآيات التي يقول فيها الله سبحانه عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقول الله سبحانه عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. سأتطرق إلى هذه الآيات بما فيها من نداء، وهناك آيات أخرى ينادينا فيها الله سبحانه وتعالى، سواء بيا أيها الذين آمنوا أو بيا أيها الناس، فكلا الخطابين أو كلا النداء إلا ندخل نحن المسلمون تحت ذلك النداء فنكون ضمن المنادى. أيها الإخوة، فالله سبحانه وتعالى عندما ينادي يا أيها الذين آمنوا، على المؤمن أن يستحضر هذا المنادي، أن يستحضر عظمة هذا المنادي، فيستحضر عظمة الله سبحانه عز وجل. فلو أن الإنسان يسير في شارع ما أو جالس في مكان ما فسمع منادي يناديه باسمه، فأقل شيء أن الإنسان إن كان سائرا يتوقف أو يقف ويلتفت ويلقي سمعه إلى هذا المنادي، ولا سيما إن كان شرطيا، فهذا أدهى وأمر. فالإنسان ربما يفقد صوابه إذا سمع شرطيا يناديه، فما بالنا ونحن نستمع إلى الله سبحانه وتعالى وهو ينادينا. ينادي من ينادي؟ يا أيها الناس. من هم الناس؟ هو أنا وأنت وأولئك وهم هن. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، هو نحن المؤمنون الذين شهدوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن فالله ينادينا سبحانه عز وجل ونحن غافلون، لا نلتفت إلى ذلك المنادي، إلى عظمة ذلك المنادي، إلى قدرة ذلك المنادي، لا نلتفت ولا نلقي السمع كما يجب أن يلقى، كما قال: إلا من ألقى السمع وهو شهيد، فيحضر سمعه وبصره وبصيرته ويستمع إلى ذلك المنادي ماذا سيطلب منه. فإن الله سبحانه وتعالى ينادي يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها المؤمنون أو إن كنتم مؤمنين. فعلى الإنسان أن يستمع ويستحضر عقله ليتدبر هذا النداء، يتدبر ويتمعن فيه ماذا يريد الله العظيم وهو يناديني يا أيها الذين آمنوا. ماذا يريد مني الرب العظيم يتكلم معي ويناديني؟ ماذا يريد مني؟ ماذا يطلب مني سبحانه جل وعلا؟ إذا نستحضر العقل، نستحضر الآذان السمع
والعقل لتنفتح البصيرة وتتشبع بهذا النداء وترتوي منه. فإذا استحضرنا السمع والعقل مع التدبر سيتجلى ذلك النداء، تتجلى فيه عظمة الله، فيدخل إلى القلب ذلك النداء، يدخل إلى القلب، يرتاح القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيرتاح القلب وتسري فيه السكينة، وتسري فيه السكينة حبا إلى ذلك الله الذي يناديه، فتنفتح النفس وتطمئن إلى جنب الله، فتطمئن النفس إلى جنب الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فتطمئن النفس، تطمئن إلى نداء الله، إلى طلب الله، إلى أمر الله. بهذا الاطمئنان إلى جنب الله وبذلك الصدر المنشرح لأمر الله المتصور في عقل واع وقلب نقي صفي قد استمع واطمأن ورضي بأمر الله، فالإنسان المؤمن في هذه الحالة يسهل عليه تطبيق الأحكام الشرعية وهو راض، وإن خالفت هواه، وإن خالفت عقله، وإن أصابه شيء من الأذى، فهو يطمئن إلى ذلك الأمر لأنه استحضر سمعه وبصره وعقله ونفسه وقلبه. فيطبق الأمر أمر الله سبحانه وتعالى وهو في راحة واطمئنان وسعادة، وهو يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن هذه الحالة التي يمر بها خطاب الله ذلك النداء، يمر من هذه الحالة مرحلة السمع والإنصات، مرحلة الفهم والإدراك، مرحلة البصيرة والنفس والاطمئنان، ثم مرحلة الجوارح في التطبيق والسمع والطاعة. فلا بد لإيجاد هذه الحالة المعينة الخاصة في القرآن، لوجودها عند الإنسان لا بد لاستحضار شيء عظيم وصفة عظيمة في القرآن قد أهملها الكثير من الناس، قد أهملها الكثير من الناس من القارئين للقرآن. لا أتكلم عن الذين لا يقرؤون القرآن، من القارئين للقرآن، ولو يعتقدون بأن القرآن كلام الله سبحانه عز وجل، أن القرآن كلام الله عفوا، أن القرآن كلام الله سبحانه عز وجل، وأنه وحي من الله أو أنه جاء من عند الله، لكن صفة الوحي هذه التي تنقص، أظن أنها تنقص عند الإنسان. فلا بد من إدراك هذه الصفة، صفة أنه وحي. ما معنى وحي؟ أنه من الله إلى جبريل إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحالة التي يجب أن تراعى في القرآن الكريم، حالة الوحي، فإنه وحي من الله، فإن الله يخاطبك، إن الله يخاطبك خطابا مباشرا بالآيات. ولهذا قال العلماء من أراد أن يكلمه الله، من أراد أن يكلمه الله عليه أن يقرأ القرآن، لأن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله سبحانه. بما أنه كلام الله وأنت تقرأ القرآن فاعلم بأن الله يكلمك، كلام الله سبحانه. إذن أن الله يكلمك وأنت تقرأ القرآن، يا أيها الذين آمنوا فاعلم بأن الله يناديك. وإن أردت أن تكلم الله فعليك بالصلاة، فتوجه إلى القبلة واركع ركعتين، صلي ركعتين لله، فأنت في مناجاة الله سبحانه وتعالى. إذن القرآن هو كلام الله، فهو خطاب من الله إليك أيها المؤمن. فصفة الوحي هي التي يجب أن يراعيها الإنسان وهو يقرأ القرآن. والقرآن كما تعلمون أيها المسلمون، القرآن هو جاء لمعالجة مشاكل الحياة، جاء لمعالجة مشاكل الحياة منجما حسب الأحداث والوقائع
حسب الأحداث والوقائع. فالنبي كان يعيش عيشة عادية في طريق الدعوة، فتحدث الوقائع والمشاكل فينزل الوحي من عند الله سبحانه كما قلت من الله إلى جبريل إلى رسوله الكريم، أو بالطرق الأخرى، طرق الوحي المعلومة في الدين في الإسلام. هناك طرق أخرى، لكن مهم أنه من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. فمخاطبة الله لعباده من طرف القرآن، والفرق يعني الله أن الرسول كان يأتيه القرآن مباشرة، والآن نحن لأن لا يمكن أن يتكلم الملائكة مع كل إنسان، بين علينا نحن أن نرجع إلى القرآن وندرك هذه الصفة التي هي صفة الوحي. فالله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم يقول لنا الله سبحانه عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ويقول في آية أخرى ربنا سبحانه عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وفي آية أخرى يقول ربنا سبحانه عز وجل: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. القرآن فصل العباد إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول الذين قالوا سمعنا وأطعنا. ما معنى سمعنا وأطعنا؟ معناه سمعنا وطبقنا ما سمعنا، معناه أن أخضعنا جوارحنا، أخضعنا عقولنا، أخضعنا أنفسنا، أخضعنا هوانا لك يا الله، لأن المؤمن يدرك عظمة الله في خطابه: يا أيها الذين آمنوا. من أين لك أن لا تلزم نفسك لله العزيز الجبار، لله القوي العزيز؟ كيف يحل لك أو تعطي لنفسك أن تقول سمعنا وعصينا؟ سيقول قائل: لا نقول سمعنا وعصينا. هذا الصنف الذي قالوا سمعنا وأطعنا هم أولئك الذين أدركوا حقيقة هذا القرآن وحقيقة أمر الله سبحانه وتعالى. الآن إن تكلمت عن القرآن بصفة خاصة لأن السنة كذلك تدخل في الوحي. لأن الخطاب قد يأتي من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فالسمع والطاعة هي المؤدية إلى براءة الذمة أمام الله. السمع والطاعة معناه السمع والتطبيق هو الذي يؤدي إلى براءة الذمة يوم القيامة. براءة ذمة الإنسان يوم القيامة لا تكون إلا بالسمع والطاعة، بالسمع والتطبيق. فالمسلم لا يلف ولا يدور ولا يكثر الجدل إذا سمع أمر الله. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالجدال في الآيات بعد ثبوت الدليل لا تسمن ولا تغني من جوع. لا حجة لنا بعدما يثبت الدليل على التحريم أو الوجوب. ليس لنا إلا أن نقول السمع والطاعة لله تبارك وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم. والاستطاعة هنا حسب الاستطاعة الشرعية وليس الاستطاعة الذوقية النسبية، بل الاستطاعة الشرعية. فالله هو الذي يحدد استطاعة الشخص أم عدم استطاعته، وليس للهوى والنفس.
ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإن نهيتكم عن شيء فانتهوا. فالحرام لا يوجد أي عذر في أن يتعدى الإنسان هذا الحرام. إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ثم يأتي النوع الآخر من البشر، وهم الذين قالوا سمعنا وعصينا. السمع والعصيان هؤلاء القوم على كل حال قالوها جهارا نهارا، وأفصحوا بها ونطقوا بها وقالوا سمعنا وعصينا. اذهب أنت وربك فقاتلا إننا هاهنا قاعدون. يعني أجهروا بها ونطقوا بها. إذن الأمر صريح لا يحتاج إلى نقاش أو إلى جدال. كذا قال الله سبحانه عن الآيات الأولى من سورة البقرة: حيث ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون إلى أن يقول: إن الذين كفروا سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. فختم الله على هؤلاء. الخطأ أو الخطر في الصنف الآخر الذي قد يقع فيه المسلم من حيث لا يدري، وهم الذين قالوا سمعنا ولهذا نهانا الله سبحانه أن نكون مثلهم. قال: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هذا هو الخطر عند الفرد، عند المؤمن، وأن يقول سمعت بلسانه لكن بحاله، لسان حاله، فلسان قوله يقول سمعنا، ولسان حاله يقول عصينا. لسان الحال، الإنسان له حالتان: ينطق باللسان وينطق بالحال. لسان الحال غير لسان المقال، لسان المقال وهو القول الذي ينطق به الإنسان، كالذين مثلا في الآية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فلسان مقاله، لسان المقال هذا الإنسان: ومن الناس من يعجبك قوله. إذن لسان مقاله قوله عجيب عظيم، لكن ينبهنا الله ويلفت نظرنا إلى شيء آخر، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فإذا تولى كان لوحده أو كان في مكان لا يعرف، إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إذن لسان حاله، هذا الإنسان لسان حاله غير لسان قوله. فهذا هم الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. معناه أن بلسان القول قالوا نعم صدقت، هذا حق وهذا هو الصواب، لكن عند التطبيق يقول لك لا طاقة لي، أنا لا أطبق هذا، ويعتذرون ويأخذون معاذير وحجج واهية. فإن كانت لهم حجج لا بأس، قد توجد الحجج والمعاذير عند البعض، لكن أنا لا أتكلم عن أصحاب المعاذير وأصحاب الخصوصيات الذين يعصون الله سبحانه ويخالفون أمره لأشياء معينة جاء بها الشارع، جاء بها الله، جاءت بها السنة. أما المعاذير التي جاء بها الهوى فلا قيمة لها عندنا في الدين، في الإسلام لا قيمة لها في الإسلام. فالذي يبرهن عن السمع والطاعة ليس القول، الذي يبرهن عن السمع والطاعة ليس القول. قد لا تقولها بلسانك، قد لا تقول بلسانك، لكن لسان حالك يبين عليك أنك سمعت
هذا لما قال لسان حالك وهو أن تطبق ما سمعت، فيدل على أنك قلت سمعنا وأطعنا. وإن كان خلاف ذلك، أي سمع الإنسان ولم يطبق، معناه أنه قال سمعنا وعصينا، ولكن بصفة أخرى، معناه سماه الله سبحانه عز وجل: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولهذا في آية أخرى: وإذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا. يعني أن أناس مع النبي عليه الصلاة والسلام يحضرون لدروس رسول الله، يستمعون القرآن مع رسول الله ومع الصحابة الكرام، لكن إذا خرجوا من عندي قالوا ماذا قال آنفا، ماذا يحكي، ما هذه القصص وما هذه الحكايات التي كان يحكيها هذا الرجل. فيعتبرون أن كلامه كله غير مجدي، فيعرضون عن القرآن الكريم. فالإنسان مثلا سمعنا وأطعنا، فالإنسان إذا سمع يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهذا الإنسان وإن لم يقل سمعنا وأطعنا فبصيامه لرمضان قد سمع وأطاع الله سبحانه عز وجل، ولم يذكرها بقوله بلسانه، فقد سمع وأطاع الله سبحانه. لأن على فكرة أن الاستغفار يأتي بعد السمع والطاعة، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ليس السمع والعصيان وغفرانك. فالاستغفار لأن الإنسان قد يخطئ، الإنسان قد يسهل، الإنسان قد يقوم بأشياء معينة تجعل من العمل غير مقبول مرفوض عند الله سبحانه عز وجل. فيستغفر الإنسان بعدما يقوم بالعمل كما أمره الله، بعد ذلك القيام يطلب الاستغفار في التفريط وفي الاسترخاء وفيما قد يضيع في ذلك الحكم الشرعي الذي يطبقه، فيطلب الاستغفار بالمغفرة من الله سبحانه عز وجل ويستغفر ربه، لأن الكمال لله سبحانه، والإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، فقد يضيع شيئا ما في ذلك الحكم، فيقول سمعنا وأطعنا، يطبق، ثم يطلب ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ما فرط في جنب الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عندما يسمع الخطاب ولو لم يقلها بلسانه سمعنا وأطعنا، فتطبيق الحكم يدل على أنه قال سمعنا وأطعنا. والإنسان الذي يسمع الخطاب ولا يطبقه ولو لم يقل كذلك سمعنا وعصينا فقد قالها بلسان حاله، ولو لم يقولها بحال قوله، ولو لم ينطق بها فقد قالها بحاله، قال سمعنا وعصينا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا، فالله يأمرنا السمع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا. معنى إذا تولينا، إذا لم نطع رسوله فقد قلنا سمعنا ونحن لم نسمع. هذه هي الآية التي تبين لنا أن عدم التطبيق هي قولنا بحالنا سمعنا ونحن لا نسمع، أو سمعنا وعصينا. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. ومن الناس من يستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجوا من عند رسوله صلى الله عليه وسلم خرجوا من عنده قالوا ماذا قال آنفا. فالذين يقولون سمعنا وهم لا يسمعون قد تكون لهم حجج واهية أو قد تكون لهم حجج حقيقية.
الإنسان إذا كانت له حجة في عدم التطبيق فأمره إلى الله سبحانه، والحاكم هو الله سبحانه عز وجل، وليس لأحد أن يحكم عليه بهذا بالسمع والعصيان. إذن فالإنسان ثلاثة أنواع باختصار. النوع الأول الذين قالوا سمعنا وأطعنا، وسمعنا وأطعنا بلسان المقال، قد تكون بلسان المقال وقد تكون بلسان الحال، وإن لم تكن بلسان المقال كانت بلسان الحال فلا بأس، فهي كذلك سمعنا وأطعنا بالتطبيق. والذين قالوا سمعنا وعصينا فقالوها جهارا نهارا. أما الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون معناه أنه قالوا سمعنا وهم لم يطبقوا شيئا مما سمعوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن لا يجعلنا من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا السمع والطاعة والاستغفار في كل آن ولحظة. واللهم انصر المسلمين وأعز الإسلام، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ويرحم الله عبد القلاء. آمين.